بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباحكم مشرق بنور الله إن شاء الله. أتمنى أن فيديوهاتي تكون بتعجبكم وأكون عند حسن ظنكم، وأتمنى أكون بفيدكم كده ولو بمعلومة صغيرة. يلا بقى نخش على الفيديو ونشوف احنا هنعمل ايه النهاردة. معايا هنا 2 كيلو من الدقيق، حطيت عليهم معلقة ملح ومعلقتين من السكر، معلقة من اللي هي المعلقة الصغيرة، ومعايا مية. هنعمل ايه؟ هنعمل فطير بطريقة سهلة وبسيطة، لو بنوتة صغيرة خالص هتعمل. بتعجنيه حبة ملح والدقيق والمية بس، ولا بتحط عليه اي حاجة غير كده. ملح سكر دقيق مية. هعجن بقى وهخلي معايا العجينة، احط اول باول كده من المية. هخلي معايا العجينة ولا هي متماسكة ولا هي سايلة، خليها وسط كده. وعلى حسب الدقيق بتاعك ما بياخد سوائل، يعني في دقيق بياخد سوائل معاك وفي دقيق ما بياخدش سوائل كتير، فانت اللي بتتحكمي بقى في الحاجه بايديكي. حطي اول باول، ما تنزليش بالميه مره واحده. يعني هما الدقيق ال2 كيلو دولت انا حطيت عليهم حوالي لتر من الميه. سند بيقولك حطوا لايك. محيران. هتنيني بقى اعجن فيها لحد ما اضيع دقيق منها خالص، واهم حاجه ان انا لقيتها كويس جدا عشان لما اجي افردها ما تتقطعش معايا ولا اي حاجه خالص، زي ما انت شايفه كده بالظبط. شوفوا ما شاء الله، خليني اعجن فيها لحد ما الاقي العجينه طالعه سلته من ايديا. مش بايديا، مش بتلزق في العجينه ولا اي حاجه خالص. عامه يعني انا بخلي العجينه بتاعتي متوسطه، ولا هي لينه ولا هي لابسه. ما تنسوش تحطوا لايك. ربنا يديمكم نعمه في حياتي يا رب. شكرا على الكومنتات الحلوه انتوا بتكتبوها لي. واين انتم؟ الناس اللي كانت متابعاني راحوا فين؟ نسيتوني ولا ايه؟ هنا بقى خلاص سبتها ارتاحت شويه على طول يعني. وجبت صينيه هنا، دهنت عليها شويه من الزيت. وهبدا بقى اللي انا اجرس العجينه. معايا هنا واحده بس كبيره، انا هعمل فطيره واحده بس كبيره، والباقي كله هعمله صغير بطريقه سهله وبسيطه وسهل خالص، ما فيهوش اي حاجه خالص خالص خالص. اهو هعمل بقى كل الكور معايا قد قد الكرة الصغيرة كده اللي بتاعت البكومة او القرصة. اهو عملت واحدة بس كبيرة، وقطعت كله صغير. الكبيرة مش عاملاها الكبيرة اللي انت بتطبقها كلها على بعضها، لا دلوقتي هتشوفوا معايا. هنا بقى معايا سمنة بلدي. انا مبحبش اعمل فطير بصراحة الا بسمنة بلدي وقشطة. غير كده ما بعملهوش. اهو هفرد بقى، بحطها في السمنه، وبعوص الطبليه كده شويه كده من الزيت عشان تمشي معايا. بلاش تعوصي من السمنه تحت في الطبليه، لان هتجمد معاكي بسرعه. لا انا بحط بقى شويه من الزيت كده تحت، واعوص احط العجين نفسه في السمنه واطلعه. بس هفردها خليها رقيقه خالص معايا، سهله ما فيهاش اي حاجه. انا مش بحب الجاروسه اللي هي الكبيره واطبقها كلها على بعضها فطيره واحده دي، لا مش بحب اعملها كده خالص. اهو احطها بقى في الصاج. دي كانت جد يعني اكبر من بتاعه الرواجه بشويه. بس انا بقى هطلع بقى الصغير وارص. احطها في السمنه. انا هحط في ديت 20 واحده من الصغيرين. اللي عاوز يحط 20 يحط، واللي عاوز يحط 30 يحط، واللي عاوز يحط 15 يحط. بصراحه انا بحبها 15، بحب احط فيها 15 واحده. لكن 20 و30 دي بتبقى كبيرة قوي. انا حطيت في دي 20 بس، بعد كده لما اعمل هعمل ب15 زي ما بعمل، او 18 واحدة بالكتير. اهو هبدأ بقى ان انا ارجها. يعني كانت الطبقات كانت فيها يامي. مش بحبها ياما قوي كده. اهو انت عايزاه يطلع معاكي مورج. آه الواحدة بوحدتها كده. على كل واحدة بعد ما بتفردها انا بحطها في السمنة واطلعها وافرد. انا رجها خالص على اخر حاجة فيها. حطي معلقه، رشي معلقه سمنه على كل واحده بعد ما بتفرديها كمان. رش كمان معلقه. بس انا مش بحبها دسمه قوي بصراحه يعني. كده كانت حلوه في الوسط.
ولا هي كانت قدامها شويه ولا هو تقيل. بس انت لو عايزاها مورجه اكتر معاكي تطلع مورجه اكتر، لما تبقي رجاها كويس، ولما تبقي حاطه زودي السمنه بتاعتها شويه، بتطلع معاكي مورجه خالص، تطلع الواحده بوحدتها. انا كنت بكتفي آه بكتفي ان انا احطها في السمنه واطلعها اهو. وافردي بقى خالص وخلاص بقى. هخلص الكميه كلها بنفس الطريقه والمها اهو. لم لم لم. انا بحب الطريقه دي في الفطير، ما بحبش اعمل اللي هي الجروسه الكبيره ديت والمها كلها، لا مش بحب دي خالص. بحب الطريقه دي وسهله وبسيطه وبتطلع معاكي ناجحه من الفرن وجبه وحلو. وكلكم شاطرين وستات بيوت شاطرين، وربنا يحسن ما بين ايدينا كلنا يا رب. اهو انا لميت بقى خلاص اهيت، وهبدا بقى ان انا الم الحوافر بتاعتها كده وارجعها جروسه تاني. خلاص هاجي بقى لمها كلها كده زي ما انتم شايفين، واجي قلبها على ظهرها اهو. بس كده هسيبها بقى ترتاح على ما اخلص الكميه اللي معايا اللي فاضله. يعني هي تعتبر معايا الفطيره دي خدت كيلو من الدقيق. الله اعظم ما بالله. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله أكبر. خلاص بقى هعمل بقى الفطير الصغير. بمسح كده الطبية مكان الصاج، ومعايا الصاج الصغير الاسمر ده بقى برضه بقى بمسحها. هفصل على المدام يخلص. هنخش بقى على الفطير الصغير برضو نفس النظام، بغطسها كده في السمنة وافرد. افردي بقى، اهم حاجة ان هو يكون انت فرداه على الاخر، يكون رجيجة خالص. اما لو تخين هيطلع معاكي مكتوم ومش حلو ومش هيجيب منك في الفرن ومش هيبقى مورج وحلو. افردي الفطير وحطي له السمنة بتاعته مظبوط، هيطلع معاكي زي الفل اهو. حتى لو هو اتقطع منك مش مهم، انت لما تلميه مش بيبان في قطع ولا بيبان في اي حاجه. اهم حاجه انت تفرديه كويس، وخاصه الحروف اهو. بقى احط معلقتين سمنه كده والم. الفطير الصغير دي كان خفيف بشكل ما شاء الله ما شاء الله، كان حلو جدا اهو. بلم من الجنب الاربع جوانب، ممكن تسيبيه كده مربع زي ما هو كده ويرتاح شويه وتفرديه حاجه بسيطه، او ممكن تسيبيه كده ما تفردوش خالص ادام انت رجعه حلو. بس انا عايزاه يكون مدور، فرجحته تاني لمته خليته كوره كده اهو. افرد بقى برضو ديت نفس النظام. شوفي سنتي شطر البيت ده هتطلع شطر. حشرة نفسها في كل حاجه معايا بتغبس. اهو. الفطير دي بيبقى خفيف بشكل اللي هو الفطير الصغير ده. جربوا الفطير الصغير ده هيعجبكم احسن من الكبير مليون مره. ممكن اللي ما عندهاش فرن تعمله في الطاسه، تعمله في الطاسه على البوتاجاز، على عين البوتاجاز، مفيش اي مشكله خالص اهو. يعني ممكن تعملي بالليل كده كيلو دقيق وانت قاعده كده، مش هياخد معاك اي وقت خالص. كل ما بتني راجع بحط معلقه من السمن اهو. ممكن تسيبيه زي الظرف كده، ما تفردهوش ولا اي حاجه، على وضعه. شكلها حلو والله. بقول لكم شكلها حلو، بس انا عايزاها مدور. برجعها جروسه واحطها في الصاج. هسيبه بقى على ما يرتاح وبفرده. يعني هحط في كل صاج كده 4. هما كان معايا 11 واحده من الصغيرين دول. ما شاء الله ما شاء الله، كان حلو 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 يعني. والله عجب حماتي خالص، عجبها خالص خالص. قالت لي خفيف خفيف بشكل حلو كده
متنسوش تحطوا لايك بقى، ربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب. اهو افرد اهم حاجة اللي انا افردها، اخليها رقيقة خالص. ولما بتبقي لتة يعني عجناه كويس، الرقاق والفطير لما بتبقى عجناه كويس وتفرديه مش بتقطع معاكي. اللي بتقطع معاكي دي ما فيهوش روح، انت اصلا يعني ما عجنتوش كويس. اعجنيه بيدك الاتنين حلو كويس، هيطلع معاكي حلو ومش هيتقطع معاكي. لما مهما تفرديه مش هيتقطع معاكي. لكن اللي بتقطع ده انت بتبقيش عجناه كويس. يعني زي حط كل قوتك وزهقك وغلك كده فيه. طلعي اللي عيالك عاملينه في العجين، ما تطلعوش في حاجة تانية. اهو هفرد بقى كله كده. ما شاء الله حلوة، تتمط معايا وخفيف. السمنة طبعا الجو برد وفي اليوم ده كانت الشمس طالعة. فكيها، لو لقيتها ماسكة معاكي فكيها، قومي فكها تاني. اهو عملته زي الظرف كده، واجي لما مخليه كورة. هبقى اعملكم مرة فطير الطاسة، اعملكم في الطاسة على البوتاجاز. اهو دي كانت اخر واحدة معايا، وكان اخر حتة سمنة معايا. كانت مسكت السمنة على ما خلصت، كانت مسكت. والم بقى. يا جماله يا جماله. بس طبعا بقى هجيب اول واحدة اللي انا عملتها تكون ارتاحت ومية مية. بقول سند لا تمام صح ايديا يا سند. هفرد بقى الكبيرة ديت، هي هتملى الصاج معايا. كانت حلوة برضو مش وحش، بس انا بصراحة حبيت الصغير اكتر. الصغير حلو جو. اهي لو هي مريحة في جنب والجنب تاني فاضي، خدي من ورا لقدام على الجنب اللي فاضي بايديكي. انت بتخبزي وفي نفس الوقت بتزجيها لقدام، من غير ما تزجي العجين كده بايدك، لا، طبقي ايدك كده وخدي من ورا لقدام. خليها كلها سمك واحد، وتفردي الفطيرة على حسب ما السمك بتاعها. مش ترجيها قوي، ما انت لو رجتها قوي مش هتجب معاك وتبقى وحشة. خليها في المعجون، خلي دايما كل حاجة في الوسط، ولا تخينة ولا رجيجة، خير الامور الوسط. اهو مليت بها الصاج وما شاء الله زي الفل. لما بتبقي رجاها حلو من جوه تطلع معاكي مورجه وتجيبه في الفرن ومية مية. لما بتبقى تخينه بتبقى مكتومه في الفرن وتطلع معاكي تقيله ومش حلوه. خلاص بقى فردت ديت، بمسح ايديا بس من مكان بمسك الصاج. اهو هفرد برضو ديت ايه على قدها. ما شاء الله حلوين. ممكن تعملي اتنين في بعض، يعني مش شرط واحده برضو، ممكن تعملي اتنين في بعض. اهي حلوه، خليتها قد الايه، قد ايه. اكبر من البكومه بشويه. انا بقيت اغبسهم بطراطيف صوابع لانهم كانوا مرتاحين وزي الفل، فبقيتش ارج فيها جو عشان ما تطلعش برضو كرجاجه معايا. حبه في صمت كده. وخلي دايما فردك بيبقى على الحروف الوسطانيه، حاجه بسيطه. اهو ما شاء الله كانوا جابين، هتشوفوهم دلوقتي معايا جابين وزي الفل. وانت لوحدك كده ولا اي حاجه خالص. بس لازم بسجل. عسل حلو خالص. اهو شمه
الله، يلا روح يلا. جاي تشمم لي ده. اهو فردتهم كلك، هما جم معايا في 3 صجار، 11 واحد. بقول لك احط لك بقى الفطير الحلو ده. معايا بقى طبق قشطه واخداها من وش اللبن كده. لو يبقى ناوي اعمل فطير، بجيب 2 كيلو من الحليب كده واسيبهم يومين لحد ما يروبوا، واجي واخده القشطه بتاعته. احط بقى القشطه على وشهم. طبعا القشطه دي ما كانتش دخلت التلاجة لسه، لو دخلت التلاجة تتمسك اكتر من كده. هحط بقى على وشهم كده وخلاص بقى هقوم بقى اولع عليهم الفرن. انا بحط على الكميه اللي معايا كلها، الحمد لله يعني كفت وبزياده كمان. اهو، وكولي بقى احلى فطير. جت معايا بقى زي قلت اما ازود برضك على دلت ايه شويه. لا اله الا الله يا رب. الدنيا شتت في كل البلاد ما عدا بلدنا، مش عارفه مالها. مش عارفه مش شتت عندنا ليه. شتت يوم كده دوبك، ما بلتش حتى الطريق. خلاص بقى ايه، رحت اولع لهم بقى. اهم حاجه برضو ان انت تدخليهم على فرن سخن. لازم أن تكوني مسخنه الفرن الاول كويس جدا، وبعد كده برضو تحط الفطير، لان لما بتحط اي مخبوزات في الفرن على الفرن يكون بارد مش بتجيب معاكي، بتطلع مش حلو. لا، اهم حاجه برضو انت تكوني مسخنه الفرن كويس الاول، وحطها على درجه حراره عاليه، يعني حطيه على اعلى درجه. اول بقى ما يبدا بقى يجيب معاكي كده ويبقى حلو كده، ما شاء الله زي الفل. وبعد كده بقى تهدلوا النار عشان يستوي معاكي ويطلع حلو معاكي من جوه كده. يعني هي لما تجيبي بقى وشها يحمر من فوق ومن تحت كده، ابدا بقى هديلها النار عشان تاخد معايا سوا من تحت كده. قصدي من جوه يبقى طيب كده ومستوي حلو. بقولها لما اشوفه كده من تحت. ندخل بقى ايه الصغير بقى ده، يا سلام على الصغير ده، بصراحة كان حلو حلو حلو. والله احنا ما احنا عارفين احنا من غير الفرن ده كنا عملنا ايه. ده موفر الغاز خالص. انا اللي خليته امي عملته، ربنا يديلها الصحة يا رب. انا اللي خليتها عملته. كده يقول لي يا بنتي مين اللي هيقعد قدامه وكده، قلت لها انا هقعد قدامه، قالت لي مش هتعرفي، قلت لها لا هعرف. ما كنتش بعرف اقعد قدامه على فكرة، قلت لها هعرف. اهو، ما شاء الله زي الفل. وكان خفيف خفيف الفطير دي، كان عاجبني قوي، كان خفيف قوي. انا كنت رجاها قوي، يعني كمان لو انا مش رجاها كان هيجيب اكتر من كده. وما شاء الله كله جاب، مفيش حاجه ما جابتش معايا. بس لو كنت كمان يعني ما فردتهوش قوي كان هيجيب معايا اكتر من كده. ما شاء الله، شوفوا من تحت ومن فوق مية مية. عايزه بقى اوريكم واحده من الصغير ده، مورج من جوه وخفيف اهو. شوفوا ورق من جوه ازاي، ما شاء الله عليه. كان حلو حلو حلو. اول مره نعمل فطير، يعني كنت على طول اعمل بالاربعه وكده، بس والله ما باتش بجد الفطير ده. وشوفوا برضو الفطيره الكبيره مورجه ازاي. اهم حاجه زي ما قلت لك ان انت تفرديه كويس وما تتجليش السمنه فيه جو، وخلاها وسط كده، هيطلع معاكي مورج وزي الفل. اتمنى ان الفيديو تكون بتعجبكم، ما تنسوش تحطوا لايك للفطير الحلو ده. وشوفوا بقول لكم برضو شوفوا مورج من جوه ازاي اهو. مفيش واحده لازقه في التانية، وبرغم ان هم 20 واحده فوق بعض. استودعتكم لله، والسلام عليكم ورحمه